لازم على انه يكون واحد التعقل ديال الجميع. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شكرا لكم. شتو دابا علاش الشعب ناض كيهضر على قطاع الصحه وقطاع التعليم؟ ها هو واحد في الحكومه وعنده مشكل في التعليم. يلا ملي كنشوفوا واحد في الحكومه يعني خصو يكون قدوه للشعب، ما كيعرفش يفرق ما بين حديث نبوي وايه قرانيه. دابا هاد الحديث دابا هاد الايه القرانيه اللي كاينه في سوره الانفال ورقم الايه 70: يا ايها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إيماجيني واحد في الحكومة ما عارفش الفرق ما بين حديث نبوي وآية قرآنية. يعني راه هنا الشعب راه ما ناضش ودار مظاهرة ودار احتجاجات على الصحة. ملي كنشوفو تا واحد في الحكومة تا هو عنده مشكل في التعليم، راه من حقنا نوضو نهضروا. هذا دليل قاطع على أن الشعب المغربي من حقه ينوض يهضر، باش ما نكونوا واقعيين. هانتوما كتشوفوا كلشي قدامكم، حنا ما جبنا حتى شي حاجه من راسنا ولا اخترعناها ولا هادشي، كلشي كاين في الانترنت. والسلام عليكم وعاش الملك.